سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والامور ديالكم طيبه. اليوم غادي نقدم لكم في هذا الفيديو لي كريب معمرين على شكل بريوات، كيجيو صراحه لذيذ في المذاق وسهلين في التحضير. دابا نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد لي كريب، عندنا في الحشوه غادي ناخذ واحد المقله غنوضعوه على النار، وغنوضعوا فيها واحد الكميه قليله من الزيت النباتيه، وغادي نوضعوا فيها البصله ديالنا. ندير تقريبا واحد البصله اللي قطعتها طريفات صغار بهذا الشكل، وغنضيف عليها كذلك البصله الخضاريه اللي قطعتها طيات عفوا طريفات صغار بهذا الشكل كما كتلاحظوا. غنضيف عليهم المكور او الكروم، واحد الكميه اللي قطعتها هي طريفات صغار بهذا الشكل كما كتلاحظوا. غادي نخلي هاد الخضر ديالي حتى يتشحروا مزيان مع هاد الزيت النباتيه ويدبالوا ليا، عاد من بعد نضيف عليهم باقي المكونات. صافي في هاد الاثناء من بعد ما دبالوا ليا واحد شويه، غنضيف عليهم هنا صدر ديال الدجاج. عندي هنا تقريبا 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغار بهذا الشكل. غادي نخلطو مزيان مع هاد الخضر ديالي. دائما الخضر لكم الاختيار، ممكن تستعملوا الخضر اللي بغيتو اللي متوفر عندكم في المنزل، وكذلك ممكن تعوضوا الدجاج بالكفته الا بغيتو. عندي هنايا الربيع وعاد كذلك واحد الفص ديال الثومه محكوك، غادي نضيفو وغادي نحرك المكونات مع بعضهم مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا. عاد من بعد غنضيف دابا في هذه الاثناء العطريه ديالي، غنضيف الملحه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، ودائما الملحه على حسب الذوق. وغنضيف عليهم كذلك السكينجبير، معلقه او نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، وكذلك الابزار، واحد شويه ديال الابزار، والخرقوم او الكركم نص معلقه صغيره ديال الخرقوم. وغادي نخلط هاد العطريه مزيان مع باقي المكونات تندمجوا مع بعضياتهم مزيان، ونخلي هاد الحشوه طيب ليا واحد شويه. عاد من بعد نضيف عليهم باقي المكونات. في هاد الاثناء بعد ما طابت لي داك الحشوه، غنضيف دابا في هاد الاثناء خيزو عندي محكوك، وكذلك القرعه الخضراء محكوكه كذلك نضيفهم حتى الاخير. وغادي نحرك هاد المكونات مع بعضاتهم مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا. نخلي هاد الخيزو يطيب ليا واحد شويه مع هاد القرعه. خليتهم هما في الاخير، عاد ضفتهم لانهم كيطيبوا بسرعه، ما كيتاخذوش واحد وقت كبير في الطياب، كيطيبوا ليا بهذا الشكل كما كتلاحظوا. في هذه الاثناء غنطفي على النار وغنضيف في الاخير الزيتون مقطع بهذا الشكل، وغنضيف الفرماج الاحمر محكوك، وغادي نخلط هاد الزيتون والفرماج الاحمر مع هاد الحشوه ديالي مزيان حتى كيذوب لي داك الفرماج. ونخلي الحشوه ديالي على جنب تبرد ليا مزيان، وندوزو في هاد الاثناء نوجدو لي كريب ديالنا. بالنسبه للمكونات ديال لي كريب، كناخذ هنا كاس خلاط كهربائي وكنهرس فيه 2 حبات ديال البيض. البيض عندي هنا الحجم ديالو كبير. غادي نهرس البيضه الثانيه وغنضيف عليهم نصف لتر من الحليب، وغنضيف عليهم كذلك واحد معلقه كبيره ديال الزبده، ممكن نعوضوها معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. وغنضيف عليهم في هذا الاثناء نص معلقه صغيره ديال الملحه، ودائما الملح على حسب الذوق. ونضيف عليهم واحد شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. وغنضيف عليهم في هذه الاثناء كذلك الدقيق الابيض. عندي هنايا 2 ديال الكؤوس ونصف اللي غادي نضيف ديال الدقيق، هذا الكاس الثاني. وغنضيف دابا نصف كاس ديال الدقيق، ها هو. وصافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان في الضراب الكهربائي تندمجوا مع بعضياتهم، ويطحن ليا داك البيض مزيان مع الطحين وباقي المكونات كذلك مع الحليب. وعاد نخويه في واحد الاناء، وهذا هو القوام ديال الخليط ديال الكريب ديالنا كيفاش كيولي بهذا الشكل. في هذا الاثناء غادي ندوزو ونطيبو مباشره لي كريب ديالنا في مقلاة اللي دهنتها من قبل بالزيت النباتيه باش ما كتلصقش لينا لي كريب. ودائما المقلاة تكون ما كتلصقش. وكنخوي واحد الكميه من لي كريب وكنحاول نوزعو على المقلاة ديالي. لي كريب ديالنا كنحاولوا نديرو لي كريب اللي يكونوا رقاق ما يكونوش غلاظ. كنخليهم حتى كيطيبوا مزيان على عافيه متوسطه، يطيبوا من التحت وعاد نقلبوهم للجهه الاخرى يتحمروا ليا ويطيبوا ليا. وكنصبر بنفس الطريقه كنطيب لي كريب ديالي كاملين بهذا الشكل كما كتلاحظوا. دائما العافيه تكون متوسطه باش ما يتحرقوش ليا
وبالتالي يطيبوا ليا مزيان، لان من بعد ما غادي نعمروا هاد لي كريب ديالنا غادي ندخلهم للفران، ضروري غادي ندخلهم للفران. صافي دابا في هاد الاثناء غادي نقلب لي كريب ديالي بهذا الشكل، وها هو كيكون عندنا واجد. وبنفس الطريقه غادي نطيب كاع الكميه ديال الكريب اللي بقى ليا. دائما كنخلي واحد الكميه اللي هي معقوله ديال الخليط ديال الكريب ديالي، وكنحاول نوزعو على المقلة باش نحصلوا على واحد الكريب يكون رقيق ما يكونش غليظ. ونكمل بنفس الطريقه تنكمل كاع الكريب ديالي بالطياب. فهاد الاثناء بعد ما كملت الطياب ديال الكريب ديالي كاملين بهذا الشكل كما كتلاحظوا، كنطيبوهم كيكونوا رقاق كما كتلاحظوا. دابا غادي نحاول نقطع هاد الكريب ديالي على النصف بهذا الشكل، باش غادي نعمرهم بالحشوه ديالي بعد ما كتكون بردات ليا، ونشكلوهم على شكل بريوات. صافي دابا غادي ناخذ واحد القطعه من هاد الكريب، وغادي نوضع فيها واحد الكميه من الحشوه ديالي، وغادي نوضع فوق منها واحد شويه ديال الفرماج الاحمر محكوك، وكنتني لي كريب ديالي على شكل بريوات بهذا الشكل كيف ما موضح لكم في الفيديو. طريقه هي اللي هي سهله وبسيطه. صافي هاد الطرف اللي بقى ليا ديال لي كريب غادي نحاول نخشيه لداخل، وها هي البريوه ديالي كتكون واجده. وبنفس الطريقه غادي نصايب معكم البريوه الثانيه. كناخذ واحد القطعه ديال الكريب كذلك بنفس الطريقه، نوضع فيه واحد الكميه من الحشوه، ونوضع فوق منها كذلك الفرماج الاحمر المحكوك، وكنتني البريوه ديالي بهذا الشكل وبهذه الطريقه. فهاد الاثناء كنوضع هاد لي كريب ديالي كاملين على مول ديال الفرن اللي كيدخل الفران. كنكون وضعت فيه من قبل ورق ديال الزبده باش لي كريب ديالنا من يدخلوا من الفران ما كيلصقوش ليا. صافي في الاثناء غادي نزوق هاد البريوات ديالي بشويه الفرماج محوك من الفوق بهذا الشكل. وكنكون في هاد الاثناء شعلت على الفران كيسخن ليا، ندخلوا هاد البريوات حتى كيذوب ليا داك الفرماج، وكيذهبوا ليا هاد لي كريب ديالنا، وعاد كنخرجوهم كنقدمهم لكم في الشكل النهائي. وهو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالنا ولا البريبات ديالنا بعد ما تحمروا لينا وداك الفرماج داب لينا. كنقدمهم لكم بهذا الشكل، صراحه كيجيو لذاذ في المذاق. كنتمنى تجربوهم ونتلاقاو مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.